عندهمش الرجال الحمد لله. كل ما كانوش الرجال راه الرجال هما اللي هازين لك ولدك. قول للناس شنو كنتي كدير، شنو كدير في حياتك من الليل شنو كدير، تقدر تقولها للناس. انتي بغيتي تهاجمني ولكن راه ربي كاين، راه كاع ما هامني هذا الشيء كامل. راك غير كضحك فيك عباد الله، عارفك مقطوع من الشجره وما كيعقل عليك حتى شي واحد، ولكن يقيدوك في الاخر غتندم على هذا الشيء كامل، غتندم عليه. الحمد لله انا اب ديالي ما تيكمي ما تيشرب ما كيدير حتى شي حاجه اللي كتغضب الله. الام ديالي الحمد لله ما كدير حتى شي حاجه كتغضب الله. عليكم سمحوا لي اليوم جيت باش نهضر على واحد الشخص ناض كيهضر هذا الصباح هذا. بغى يدير براسو بانه مسكين هو ولد الناس وهو بزاف ديال الحوايج. اولا ولدو ما عمره ما شافو ولا سول عليه ولا هز التليفون عليه ولا هضر معاه ولا اي حاجه. وناض كيقول بانني انا غير دايزه من حدا السبيطار وصورت. انا راني صورت لكم اوراق السبيطار وفيهم لا دات فيهم كل شيء الحمد لله. بغير ردنا حنا ناس خايبين وخبيتين وكذابين، ولكن الحمد لله تعرفتوا عليا وعرفتوني كيفاش انا دايره انا لعائلتي الحمد لله. وهذاك الشخص ناض قال زعما كون عيط غير شي حد في عائلته. بغيت نقول لي لو كانت عندك العائله كاع ما توصلها، كنت مقطوع من شجره ما عندكش العائله. فين عمرك سولتي في ولدك؟ فين عمرك شفتيه واش لابس ولا ماشي لابس؟ ياك كتضارب معايا على 600 ديال الدرهم باش تعطيها لولدك كل شهر، باقي كتستانف عليها وكدير بزاف ديال الحوايج. فين هاد الشيء على اللي كيبغي ولدو؟ انا عمرك جيتي عندي الباب وغنجري عليك؟ احنا ماشي في هذاك المستوى وعائلتي ماشي في المستوى هذا كيبقى ولدك وجيتي ليه اي لحظه احنا ما غاديش نحبسوك من ولدك، ولكن انت ما كتسولش فيه. باك ما تيسولش عمره ما صونا ولا اتصل ولا حتى شي حاجه. اوكي ما عندكش العائله، وعمر شي واحد اتصل علينا ولا قالنا بغينا نشوفوا عالي واخا غير في كام. الحمد لله كلشي ولا قريب غير في كام هي اخر حاجه. باك تعرف يمشي حتى الورزازات، ياك راجل كبير كيمشي في الكام وكيمشي حتى الورزازات وما عمره قدر يهز حتى التليفون على الولد ويقول الو. ما تعيطوش عليا انا، ولكن كما كتقول عندي ها النمره دبا وعندها او موا عيطوا غير الوالدين ديالي. انا الا جاب باك حنا راه ماشي ولاد الجوع، الا جاب باك ودق في الباب راه غنحلوا له الباب وغادي يدخل ومرحبا به. وانا مازال كنقولها قدام هاد الناس كاملين، مرحبا باي واحد من الطرف ديالك جا مرحبا به، سمعتي؟ ولكن شوف فيا وديرها زهاقه في ودنيك. راك اديتيني بزاف وانا ما اديتكش، وراك هضرتي عليا بزاف بالخايب وكتوصلني هضرتك وانا ما كان اديكش. الله يعطيك العز الا ما عطينيش برد شي ساعه. والدراما ديالك وانت اب غلط بزاف. لو كنتي اب غتحترم الولد ديالك وغتحترم العشره اللي كانت بيني وبينك، وما غاديش تخرج وتقول هذيك السيده انا مطلقها. علاش قلتي هاد الهضره؟ بسبب موسخات اللي ديال الزنقه. اوكي هنا فين غادي يعرفوا الناس بان نتايا واحد الانسان اللي هو كذاب وبحاطي. مادام كذبتي على الناس في الطلاق اذا غتكذب على الناس حتى في هاد الحوايج هادو ديال السبيطار. وانا ماشي حماره حاشا الناس انا باش نخرج ونفايل على ولدي بشي حوايج اللي هما خايبين. حرام نفايل على الولد بالمرض، وانا راني صورت دابا هذا الاوراق ديال الطبيب داكوغ. ولكن ماشي مشكل الا كنتي انت نسيتي العشره اللي بيني وبينك ونسيتي بزاف ديال الحوايج اللي درتهم ملي نكرتي خيري ونكرتي كاع داكشي اللي درتو فيك زوين، وصبرت معاك 3 سنين وزياده وباقا صابره الان، وكنشوف شي حوايج وساكته عليهم وما كنهضرش وكنقول ماشي مشكل. وخرجتي وما خليتي ما درتي وما خليتي ما معنيتي وما خليتي حتى شي حاجه، ولكن هذوك العائله اللي كتطلب بهم انني انا نتصل بهم هما اللي خرجوا عليك. وهادشي مازال غادي تندم عليا ومازال بزاف ديال الحوايج. انا راني دايره
ثقتي في الله وحمد ربي وشاكره لانني انا مع والديا. لو كانوا ما كاينينش والديا اللي واقفين معايا واللي هازيني انا وولدي، راني دابا راني في الزنقه مليوحه وما تعقلش عليا لا انا ولا الولد. ما تنساش ولد الناس، ما كنبغيش نسميك، ما تنساش وما تنكرش العشره وما تنكرش داكشي الزوين. فين عمرك جيتي؟ فين عمرك جيتي؟ فين عمرك سولتي فينا؟ فين عمرك سولتي في ولدك واش عنده ليكوش، واش عنده الحليب، واش لابس، واش ما لابش، واش كيلعب، واش ما كيخرجش مسكين، واش حتى حاجه. انا فريمون كيبقى فيا الحال حيت كنشوف الرجال ومع ولادهم والرجال صاينين عيالاتهم والرجال بزاف ديال الحوايج، ولكن مادام تخرج وتقول بان انت انا راني مطلقها شحال هادي وتتكذب في لي زانترفيو وكتكذب بزاف على الناس وكل شيء، وانا راه ما بغيتش نحط الاوراق المحكمه ونحط ونثبت كل شيء. قلت ربي يهديك، سمعتي؟ ولا كنتي تتكذب راه كاين الله، انت كذب وانا الله غير يخلصني في حوايج اخرين اللي على بالي وبالك، وانت راك عارف بان ربي راه تيخلص فيك. وبالنسبه للعالي ولا الرجال ديال الصح ما كيديروش هذا الشيء كاع في عيالاتهم، وما كينساوش الخير وما كينساوش العشره والموده والرحمه، ما كينساواش الرجال ديال الصح. ولكن ماشي مشكل، الناس عارفين كشنو تتسوى، والناس عارفين كانك انسان توكسيك، والناس عارفين هذا الشيء، وكتخرج كتلعب الدراما وتتكذب على عباد الله. بغيت يوم واحد عطي لهاد الناس غير دابا شي سيمانه ولا نصوني على ولدك ولا باغي تشوفو ولا جيتي لحدا باب الدار وحنا جرينا عليك ولا شي حاجه. حنا راه ولاد الخير الحمد لله وكبرنا في الخير وحلينا عيننا في الخير. حنا ما عمرنا ما غنمنعوك من ولدك، سمعتي؟ ولكن انت انسان كذاب، ولكن الكذاب حبلو قصير ومازال ربي غيبين الحق فيا ولا فيك ولا في دوك الناس اللي مقيدينك. نسيتي بالزربه كلشي، نسيتي اي حاجه نسيتيها، ما كاين حتى مشكل. الحمد لله. شكرا بزاف على ديك العشره، شكرا بزاف على اي حاجه، شكرا بزاف على الغدر، شكرا بزاف على الخيانه، شكرا بزاف على العصا اللي كليت من عندك، شكرا بزاف على القهره اللي تقهرت، شكرا بزاف بزاف على الصبر اللي صبرتو معاكم اللي ما تصبروا حتى شي مره ياك. وشكرا بزاف على اي حاجه اللي كانت بيني وبينك، وشكرا بزاف حيت بعتي ولدك وبعتيني على قبل واحد صاين ولادو وصاين مرتو وقول فيك انت. ولكن ثق بيا غيجي واحد النهار وغادي تندم، وانا الحمد لله القضاء ناصفني وكنحمد ربي وكنشكره، وعلى نيتكم ترزقون. الحمد لله. وانا نيتي غالبك طال الزمن ولا كتكتب وكتقول دوسي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لا انت ولا الاخ ديالك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا بغيت ربي يبين الحق، وربي الحمد لله راه بين ليا شي شويه د الحق، وانا غاده وكنبين ليا الحق. والحمد لله. الا انت فريمون راجل خرج وهضر على شي حاجه انا فيا خيبه، ولا انا اكتشفتيها فيا خيبه في الزواج، ولا انا درت فيك شي عيب خيب، ولا انا درت فيك شي حاجه اللي هي ما تسواش، عاملتك كامرة صالحه، ولكن ما كيهمنيش الناس يعرفوا، كيهمني الله